لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لضمان وصول فيديوهاتنا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. النهاردة هنعمل الكب كيك بطريقة جميلة. احنا كل مرة عملنا الكيكة اللي هي بالبرتقال وعملنا الكيكة اللي بالشوكولاتة. النهاردة هنعمل لكم بقى، بدل ما نعمل الكيكة هنعمل الكب كيك. دي المقادير بتاعتنا. معانا علبة هيت من بتاعة الكيك البرتقاني، كيك البرتقال، ومعايا 5 معالق سمنه او زبده حسب ما انت الرغبه اللي انت عايزاها. معايا نص كوبايه لبن، معايا 3 بيضات. يلا بينا نشوف الطريقه. هنجيب بوله كده ونحط فيها البيض، هننزل عليها بالسمنة او الزبدة بتاعتنا. هننزل عليها باللبن. هنجيب بقى المضرب بتاعنا الكهربائي دوت، وهنضرب المقادير بتاعتنا بس على الهادي كده. عايزين كله كده يمتزج مع بعضه. بعد كده هنجيب الكيس بتاعنا بقى دوت، كيس الكيكه دوت، وهنفضيه عليه. هنجيب بقى الكيس بتاع الكيك بتاعنا دوت وهنفضيه على المكونات اللي احنا عملناها بالمضرب. هنضربها كده لمدة 5 دقايق عشان كله يمتزج كده مع بعضه. خلاص كده كله تمام. بصوا الناعم ازاي، كله امتزج كده مع بعضه. بعد كده جبنا الصينيه بتاعتنا بتاعت الكب كيك ديت، وعندنا القوالب اللي هنصب فيها. هنبتدي بقى نرصها.
كده تمام. هناخد بقى الكيكه بتاعتنا ديت ونصب بقى في القوالب ديت كده، بس مش هنملاها، هنصب نصها بس كده. احنا بنصب نصها ليه؟ لانها هي بتزيد اما بتخش الفرن بتزيد. هنكمل بقى الكمية كلها ونرجع لكم تاني. كده كملنا الكمية كلها، هناخدها بقى ونوديها الفرن. طبعا الفرن مولعاه مسخناه من قبلها. وادي يا حبايبي ادي الكب كيك بعد ما طلع زي ما انتم شايفينه. هنفضيه بقى في اطباق عشان نقدمه، بس هو دلوقتي سخن، هنسيبه يبرد شويه ونقدمه. هي يا حبايبي من الفرن هنزين شويه بالصوص اللي احنا عملناه معاكم قبل كده في القناه، هنزين شويه بيه وشويه هنسيبهم بقى ايه ساده. كده بعد ما زيناه بصوا يا حبايبي، عملنا جزء بالجوز الهند وعملنا جزء تاني بالشوكليت كده لوحده، وفي الساده سيبناه اللي هو مش بيحب التزيين بيحبوه ساده. بصوا ما شاء الله عليها، بصوا هشه وجميله ازاي وطريه، بصوا ما شاء الله عليها. يا رب يكون الفيديو كده عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، واللي ما شافش قناتي واول مره يشوفها يفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.